السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ايمان شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عواشر مبروك، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وباش ما كتمناو نتوما وكل ما عز عليكم. اليوم كما كتشوفوا بما اننا ان شاء الله مقبلين على الشهر الكريم، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم بعض المشتريات او التقضيه اللي ضروري كتخصنا في رمضان واللي ما كنستغناوش عليها، وكذلك بعض المنتوجات اللي كناخذهم في الشهر واللي تسالاو ليا، فحتى هما دخلتهم مع هذوك المشتريات ديال سيدنا رمضان. فنبداو على بركه الله. فبالنسبه لهاد المشتريات كامله اللي غادي تشوفوا معي ان شاء الله في هذا الفيديو، يعني مشتريات شريتهم كيف ما نقولوا من بلايص مختلفين، يعني ماشي من بلاصه واحده. فين ما كان كيبان ليا بعض الحويجات اللي ناقصين في الثمن فكنت كناخذهم. فنبداو كما قلت لكم على بركه الله. بالنسبه لهذيك الباكيه ديال 5 كيلو ديال الفرص او الدقيق الممتاز، فكنت خديتها ب25 درهم ونص. وبالنسبه لهاد الباكيه 5 كيلو ديال الفينو، فلقيت دايرين فيها برومو، لقيتها تقريبا، هو صراحه ماشي برومو، المهم حنا راه عارفين ان كل شيء تزاد. لقيتها تقريبا 51 درهم وشي حاجه. ندوزو هنا للزيت. بالنسبه للزيت يعني كنشوفوا المهم كان طلع واحد شويه ومن بعد عاود انزل. فبالنسبه هاد البوديزا او هاد البيدون ديال 5 لتر ديال هاد الماركه، لقيتهم دايرين فيه 100، دايرينو ب 118 درهم او 119 درهم، لان راكم عارفين في المتاجر الكبرى ضروري كيديروا لك هذيك الفاصله فيها تقريبا واحد 90 سنتيم ولا 95 سنتيم. فالمهم بالنسبه هنا لهذا الحليب هذا كيكون في بيم، يعني الاكثريه فيكم راه تكونوا عارفينه. هذا شويه كيطلع ارخص من بعض الانواع ديال الحليب. فخديت هنا جوج ديال الساشيات، طلعوا لي تقريبا بواحد واحد 62 درهم هكذا. هذا باش طلعوا لي تقريبا دايرين لهم واحد 31 درهم الساشيه فيها 6 ديال الباكيات الحليب. هنا بالنسبه لمركز الطماطم، كما كنعرفوا كنا يعني كنحتاجوه بزاف في رمضان بالنسبه للحريره، بالنسبه لبزاف ديال الحويجات، كذلك من غير رمضان فكنحتاجوا المركز الطماطم عفوا. هنا خديت هاد الماركه هذه، يعني الماركات موجودين بزاف وكيختلفوا، كذلك الاسمنه كتختلف. فهاد الماركه لقيتها دايرين ليها 27 درهم لكل وحده، يعني خديت منها جوج. هنا بالنسبه للزبده، مهم انا خديت هاد الماركه هذه. هاد الماركه كان حتى هي مزيانه مقارنه بماركات وحدين اخرين، فلقيت فيها بروموسيون. لقيتهم هذه ديال الكيلو دايرينها بتقريبا 40 درهم، يعني 39 درهم فاصله شي 95 فرنك. فخديتها كما قلت لكم. هنا خديت منها جوج. هذه ما تندهنوش بها حنا الخبز، ما كناكلوهاش صراحه، فقط تندهنوا بها مثلا طاوه الفران، تندهن بها مثلا هكذا البريوات ولا شي حاجه لي سيغار، شي حاجات اللي غندخلوهم الفران، ما تناكلوش بها صراحه الخبز. فقلت علاش لا، لقيناها هكذا برومو يعني تساعدنا في رمضان، نقدروا ندهنوا بها، علاش لا. هكذا البطبوط بغرير او مسمن، يعني نحتاجوها في بزاف، او نحتاجوها كذلك في شي مملحات ولا مورقات، علاش لا. كذلك لقيت هاد البرومو هذا ديال هاد الفاميليا هذه دايرين جوج وكيعطيوك وحده فابور، دايرينها تقريبا بواحد 19 درهم، حتى هي خديناها. المهم هاد الزبده هذه ديال البواطه يعني تطلع شويه رخيصه على الزبده الحيوانيه، ولكن ضروري من الزبده الحيوانيه. فهنا بالنسبه للطون، بالنسبه لرمضان ضروري كنبغيو نحتاجوه ان شاء الله في الحشوات، كنحتاجوه في بزاف ديال الحاجات، نعمرو به البطبوط، نديروه في البيتزا، فكنحتاجو الطون بزاف في الشهر الفضيل. انا افضل في شهر رمضان يعني ناخذ
هاد الحك هذا الكبير لانه تيتقام شويه اقتصادي على اننا نبقاو ناخدو مثلا هادوك الحكاك الصغار. يعني الا جينا غادي يخصنا بزاف صراحه، غيخصنا بزاف. فالمهم خديت انا هاد لا مارك طام، يعني كلشي شيعرفها، يعني زوينه بزاف. خديتو ب120 درهم. هنا كيختلفوا الاثمنه، يعني كاين اللي كيدير ليه 125، كاين اللي يدير ليه 115، كاين اللي يدير ليه 120. والمراكز اولا لي سوبر مارشي وداكشي دايرين ليه تقريبا واحد 147 درهم، يعني زايدين فيه بزاف. ندوزو هنا بالنسبه للفرماج او بالنسبه للجبن، هذا اللي تندهنوا به. فهاد لا مارك زوينه بزاف، يعني كنصحكم انكم تجربوها لانني ديجا جربتها. هذا كندهنوا به الخبز، كنديروه في الحشوات. يعني هذا متعدد الاستعمالات. هاد الفرomاج البلون هذا يعني طبيعي، ما فيهش السكر نهائيا. فكما قلت لكم هذا ما فيهش السكر نهائيا، وكيصلح لبزاف ديال الاستعمالات او متعدد الاستعمالات. فبالنسبه هاد الحك هذا ديال الفرماج فخديتو ب53 درهم. غادي ندوزو لهذا الكريم تشيز، هذا اللي زوين بزاف وغادي ينفعكم بزاف في رمضان. هذا حتى هو كتقدروا تدهنوا به الخبز، تدهنوا به مسمن، تدهنوا به اي حاجه نتوما، يعني قابل للاكل. كذلك ديروه في الحشوات ديالكم فكيجي زوين بزاف. يعني هكذا تعمروا به بريوات ولا دي سيغار، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. فزوين بزاف. بالنسبه لهذا الكريم تشيز هذا خديته ب50 درهم. مهم يعني الاثمنه راه تختلف بالنسبه للبلايص. كل حاجه منين شريتها فصراحه كل بلاصه عندها ثمن ديالها الخاص، يعني ماشي نفس البلاصه. يعني عندهم اولا جميع البلايص عندهم نفس الاثمنه. فندوز لهنا خديت هذه ديال لانشون. هكذا بالنسبه للناس اللي ما يعجبهمش لانشون او ما كيعجبهمش الكاشير او لا بصفه عامه، فما كنصحكمش انكم تاخذوه. فاحنا صراحه ناكلوه واخا ماشي صحي، مهم مره هكذا تناخذوه. خديت هذه ديال اللانشون هذه يعني تطلع تقريبا بواحد 13 درهم، معروفه في جميع البلايص كيكون دايره ليها تقريبا واحد 13 درهم حتى 14 درهم. هنا غادي ندوزو للفرماج. فكيف ما تنقولوا رمضان يعني كنحتاجوا فيه بزاف، اولا كنحتاجوا يعني من بين المنتوجات اللي نستهلكوا بزاف في الشهر الفضيل هو الفرماج. فهنا بالنسبه لهذا الفرماج يعني اللي غني عن التعريف، كلشي تيعرفوا هاد غاسترو ميكس. فيعني ما غاداش نجي انا باش نشكرو لكم بزاف لانه هو ديجا شاكر راسو. المهم انا كنوريه للبنات اللي ربما ما تعرفوش. هذا هو الفرماج اللي زوين، راه فيها كيلو هاد غاسترو ميكس. وهنا كنت كنقول لكم ضروري تنتبهوا للادات ديال المده ديال الصلاحيه او تاريخ انتهاء الصلاحيه. ضروري البنات تشوفوا هذيك المده، تشوفوها واش قريبه تسالي او لا مازال فيها شي شهور. فكما قلت لكم هنا كيف ما كتشوفوا خديت هادو جوج، لان السيد اللي خديت من عنده صراحه لقيت خداو الناس يعني ما بقاش عنده بزاف، فخديت من عنده هاد الجوج هادو اللي فيها هادي بالكحل. هذه معروفه غنيه عن التعريف كيف ما قلت لكم. يعني هذه موتزاريلا، يعني هذه كتعطينا تعليكه. وكاينه كذلك يعني كاينين بزاف هو صراحه ديال الانواع فيه. كاينه هاد الحمراء هذه اللي كتعتبر فرماج حمر بحال الادام، يعني حتى هي كنحتاجوها. فكتعطينا هذه لوغو، الاخرى كتعطينا التعليكه وهذه كتعطينا لوغو. فكيف ما كتشوفوا هنا كنت كنشرح لكم يعني كاينين فيه بزاف ديال الانواع، ولكن الشركه او المنتج واحد اللي هو ضروري تشوفوا هذيك العلامه ديال الغاسترو ميكس. راه كاين فيها الزرقاء، كاين فيها كذلك جبن الشيدار، اللي كلهم صراحه زوينين، فقط كيختلفوا في الاثمنه. هنا بالنسبه لهاد الكحله فانا خديتها من عند واحد السيد الله يسمح ليه زيد فيها الثمن، دير ليها 63 درهم مقارنه بناس وحدين اخرين. بالنسبه للحمراء خديتها ب58 درهم. كما قلت لكم راه الاثمنه تختلف من بلاصه لبلاصه، يعني كل واحد اشنو داير. كاين اللي زايد اثمنه بزاف، زايد 10 دراهم 15 درهم في الحاجه 8 دراهم.
كاين اللي ما زيدش بزاف يعني عنده الرباح ديالو. خديت هنا كذلك الخل الابيض اللي زعما كنحتاجوه دائما. آه، خديت هاد القرعه هادي اللي كبيبره شويه، هادي تقريبا تدير واحد 9 حتى ل 10 دراهم. كذلك خديت الصلصه ديال البيتزا، خديت غير هذه فقط، هذه دايره واحد 9 ديال الدراهم، لان كلشي صراحه تزاد فيه، سي نورمال غادي نزيدو في كلشي. خديت فقط غير وحيده من هذا النوع هذا. خديت هنا القرعه ديال المايونيز. فهنا بالنسبه لقرعه المايونيز هذه دايرين ليها 16 درهم ونص. كذلك خديت واحد القرعه ديال لاموطارد، هذه دايرين ليها 15 درهم. خديت هاد المربى ديال الفريز، خديتها ب 14 درهم ونص. كذلك خديت هاد الصغيره ديال الحامض، خديتها تقريبا بواحد 8 ديال الدراهم ونص. وخديت هاد القرعه الصغيره ديال الكورنيشون او الخيار المخلل، خديتها ب9 دراهم ونص. فالمهم بنات، انا هنا الا تفكرت الاسمنه راه تنحاول نعطيكم الاسمنه التقريبيه الا نسيت شي حاجه. هنا بالنسبه للصويا صوص او لا صلصه الصوجه، فدايرين ليها 11 درهم. صراحه صلصه الصوجه زايدين فيها الاسمنه بزاف، جميع الانواع ديال صلصات الصوجه زايدين فيهم الاسمنه بزاف. هنا كذلك كنت خديت هادو ديال مركز ديال الطماطم، هادو كنت خديتهم ب7 دراهم لكل وحده. خديت الملح بطبيعه الحال دايره 4 دراهم ونص. فكما قلت لكم البنات، هنا يعني كاينين مشتريات اللي شاريهم لرمضان ان شاء الله، والمشتريات الاخرى اللي كنحتاجوهم بشكل يومي. خديت كورنيشون، عفوا، خديت الشامبينيون. يعني الشامبينيون حتى هو كيختلفوا الانواع. خديته هنا ب5 دراهم كل وحده، ب5 ديال الدراهم. كما قلت لكم من قبل، انا يعني خديت من بزاف البلايص، يعني من عند مول الهري، كذلك من عند المراكز التجاريه الكبرى. خديت كذلك دامات بنه ديال البقري، خديتها ب7 ديال الدراهم. كذلك هذه ديال دامات السمن الحر، يعني تنحتاجوهم هكذا في رمضان. بالنسبه للحريره خديتها حتى هي ب7 ديال الدراهم. وكنت ديجا خديت هذه ديال الدجاج، تقريبا داير لها واحد 2 دراهم ونص. كذلك خديت الشعريه الصينيه اللي ضروريه كنحتاجوها هكذا في الحشوات في رمضان، يعني كنحتاجوها بزاف. حتى هي تزادت في الثمن، يعني من داك العام تقريبا هي تزادت في الثمن. فبالنسبه لهاد الباكيه انا خديت جوج، هذه دايره 14 درهم، فخديت هادو بجوج طلعوا ليا ب 28 درهم. خديت سكر الفاني باكيه دايره تقريبا واحد 4 دراهم ولا 4 دراهم ونص، والله ما عقلش. هي خماره ديال الحلوى. خديت السكر سنيده 2 كيلو ب9 دراهم ونص. خديت هنا الهريسه، صراحه كتعجبني هاد الهريسه عندهم في مرجان، هذه اللي تتكون في هاد لي ساشي هادي. فالمهم كانوا دايرينها في ساشي كبر من هذه، فالمره لقيت غير هاد الساشيات، خديت جوج تقريبا طلعوا لي بجوجهم بواحد 9 دراهم.
كذلك خديت البابي كويسون، خديت هاد 3 ديال الرولوات، فخديتهم ب15 درهم، يعني كل رولو ب5 ديال الدراهم. هنا خديت الفيلم اليمونتير، خديت هذا، خديته تقريبا بواحد 13 درهم، حتى هو زايدين فيه الثمن. والالومنيوم حتى هو كذلك تقريبا واحد 13، ما بين 12 حتى ل 13 درهم. خديت هنا اكياس ديال التجميد هاد الصغار، لان صراحه هادو عمليين اكثر على هادوك الكبارين. عندي ديجا الكبار، لان دابا نوريهم لكم هنا في الفيديو مستعملاهم، فخديت هاد الصغار لان كيكونوا عمليين. بالنسبه لهاد الكبار تقريبا باكيه فيها 15 الوحده، دايره تقريبا واحد ما بين 15 ل 20 درهم. بالنسبه لهاد الصغار دايرين ليهم 32 درهم، فيهم 20 ساشي. خديت اتاي، بالنسبه حنا كنستعملوا هاد لا مارك هادي ديال السلطان، فبالنسبه لهادو بجوج يعني كل وحده دايره 17 درهم. فهنا كما قلت لكم يعني خدينا الحويجات اللي خاصين ان شاء الله للشهر الفضيل، كذلك الحويجات اللي سنحتاجو بشكل يومي، من بينهم السكر. يعني ما وريتكمش بزاف الحويجات صراحه، لان الفيديو غادي يجي طويل بزاف. المهم انا ركزت لكم في بدايه الفيديو على الاساسيات اللي كنحتاجو في رمضان، وشاركت معكم كذلك الاسمنه. كما قلت لكم شاركت معكم الأثمنة، لأن الأثمنة كتختلف من بلاصة لبلاصة. هنا بقى لي غنشارك معكم الحاجات الأساسية اللي كنحتاجوها حنا بشكل يومي، من بينها منظفات ديال هكذا ديال الحويجات وديال الماعن. فهنا شاركت معكم بالنسبة للسينيال. خديت هاد الماركة هادي، لقيتها دايرين ليها تقريبا واحد 25 درهم. كذلك خديت شامبوان دايرين ليه 30 درهم، خديت جوج. بالنسبه للمنظفات كما كتشوفوا لقيت هاد العرض او هاد البرومو، لقيت هاد 3 دايرين ليهم تقريبا واحد 19 درهم. خديت كذلك هاد الجيل المنظف والمطهر اللي زوين بزاف، يعني بزاف الناس صراحه جربوه وشكروه. فخديته بالنسبه هنا للحمام، يعني زوين بزاف، لان صراحه جربته انا من بعد ما خديته، ريحته رائعه. وهنا كنت كنحاول نحل معكم البواطه باش تشوفوه كيفاش كيجي. راه جيل منظف وكذلك مطهر، يعني ما غاديش تندموا عليه. هذا خديته ب8 دراهم ونص، يعني بالنسبه للناس اللي تيهمهم الاسمنه. كذلك خديت هاد القرعه هذه، لقيتها دايرين فيها برومو مع واحد الساشي ديال التيد، فصراحه ما بقيتش عاقله على بشحال كانوا دايرين ليها، ما بين 18 حتى ل 20 درهم. كذلك خديت هاد المنظف هذا، يعني تنستعملوه حنا بزاف، هاد لا مارك وهاد اللون هذا ديال الخزامه، هذا داير 13 درهم. خديت فيه حتى هذا ديال الفاني، حتى هو زوين بزاف، حتى هو داير 13 درهم. وإلا لقيتو هاد لا مارك فيها هذاك الاورانج، حتى هو راه زوين، يعني بزاف الاخوات نصحوني به، فالصراحه انا ما لقيتوش. كذلك في لي برومو اللي لقيت في مرجان، لقيت هاد الميو هادي، هاد البواطات هادو بجوج، فلقيناهم دايرين ليهم فيها البواطه الكبيره فيها 2 كيلو، وعاطينك وحده يعني هكذا بالمجان فيها نص كيلو تقريبا بواحد 31 درهم. فقلنا علاش لا، يعني ما ناخذوهمش. صراحه ما لقيتش بزاف ديال العروض اللي تستحق، يعني غير الحويجات اللي فعلا حنا كنا محتاجينهم هما اللي خديناهم. خديت صابون ديال الطوس اللي زادوا فيه بزاف في الثمن. هاد الصابون لقيناهم دايرين ليه 23 درهم. خديت كذلك هاد الصابون هادو، هاد الصغيورين اللي كنغسلوا بهم
الإيدين ديالنا بشكل يومي حتى هما تنحتاجوهم. لقيتهم تقريبا دايرين لهم شي 3 دراهم و75 فرانك الوحده. خديت الصابون ليكيد هذا زوين بزاف، هذا خديته من كارفور. هذا الا لقيتوه غير خذوه. كاين هذا الزرق وكاين الاحمر زوينين بزاف. هذا بالبلو بيري ب 13 درهم. هكذا صابون ديال اليدين زوين بزاف. اكيد خديت البابي لي سيرفيات هادو ديال الورق النشاف، فخديت هذا بالحامض دايرين ليه 21 درهم ونص. كذلك خديت هاد لا مارك هادي ديال البابي تواليت اعزكم الله. هادي اللي فيها 18 رولو، دايرين ليها واحد تقريبا 35 درهم. فالبنات كان هذا هو هذه النهاية ديال الفيديو. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا منه ولو القليل. هكذا هذا النوع ديال الفيديوهات يعني كنستافدوا من بعضياتنا فيهم بزاف. انا شخصيا كيعجبوني هذا النوع ديال الفيديوهات، يعني انا كنستافد منه. كنشوف الاثمنه بان الاثمنه كتختلف، كنشوفوا الحويجات الجداد اللي ممكن اننا حنا نجربوهم. علاش لا؟ لان ناس اخرين كيكونوا قبل منا جربوهم. فكنتمنى ينال الفيديو الاعجاب ديالكم وانكم تشجعوني كيف ما دائما وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم.